انت اكيد شفت الايموجي ده قبل كده على الموبايل بتاعك، كنت مفكره بطة ولا وزة، بس جه الوقت انك تعرف ان الايموجي ده بتاع كائن مختلف تماما. الايموجي ده بتاع الدودو. الدودو طائر بس ما بيعرفش يطير، عامل زي البطريق كده. كان موجود في مكان واحد بس على الارض، وهو جزيره موريشيوس اللي جنب افريقيا دي، اللي كانوا زمان عقبالنا يا رب كده ان شاء الله بينفوا ليها المصريين. يا ناس اهو بدخن في السينما اهو وفي موكيت اهو. المهم الدودو من الفصائل المنقرضه، ومفيش ولا دودو عايش على الارض دلوقتي. انقرض ليه وازاي؟ تعالوا نشوف. موريشيوس كانت جزيرة هادية عايش عليها شوية قبائل في سلام، لحد ما السفن عرفت سكتها في أوائل القرن ال16، وبقى البحارة ينزلوا يقعدوا فيها شوية في رحلاتهم الطويلة. أول سجل مكتوب بيوصف الدودو كتبه بحار هولندي، وبيوصفه إنه طائر تخين وبطيء وغبي، وما بيعرفش يهرب من الخطر، وبيتمسك في ثواني، بس طعمه مش حلو. ميزته الوحيدة إنه كان لحمته كتير فبيشبع أكتر من بحار، فعشان كده كانوا بيصطادوه. بعد الكلام ده بحوالي 60 سنه الدودو اختفى من على وش الارض وبقى طائر منقرض. طبعا وقتها ما حدش خد باله انه انقرض، لان مفهوم الانقراض ما كانش لسه ظهر، لسه قدامه حوالي 100 سنه كمان. يعني على ما الناس خدت بالها ان الدودو في خطأ كان خلاص انقرض. سنة 1810 الإنجليز احتلوا موريشيوس، وعلمائهم لما كانوا بيسمعوا عن الدودو من السكان كانوا بيفكروه كائن أسطوري من وحي خيالهم، ومفيش أي دليل عليه غير شوية رسومات سابها البحارة الهولنديين وشوية بقايا عظام محطوطة في متاحف، وما تعرفش هي بتاعت إيه بالظبط، وما كانش فيه ولا دودو محفوظ بالكامل. والوضع ده استمر لحد سنة 2005. رحلة استكشافية لمستنقعات الجزيرة لقت أكتر من 200 عظمة دودو، وده ادى الفرصة للباحثين انهم يدرسوا ويفهموا اكتر ويعرفوا سبب انقراضه المفاجئ. لأول مرة الأبحاث اللي تمت على العظم ده بتبين إن الدودو ما كانش طائر ضعيف ولا غبي زي ما وصفوا الهولنديين، ده كان عنده رجلين قوية جدا عشان تستحمل طبيعة البيئة اللي هو فيها، وكمان عنده جمجمة كبيرة مخلية الشم عنده أقوى من كل الطيور، وكمان عدى من الكوارث الكتير اللي بتحصل للجزيرة باستمرار زي الأعاصير وعدم استقرار المناخ والجفاف. فكرة إن الدودو عارف يتكاثر ويزدهر في الظروف الصعبة دي على مدار ملايين السنين تخليه طائر قوي وبيتأقلم مع التغيرات. طيب امال ايه اللي خلاه ينقرض بعد ده كله وكمان في وقت قصير حوالي 60 سنة بس؟ طبعا اول حاجة هتيجي في دماغك ان البحارة كلوهم لحد ما انقرضوا عشان كان صيدهم سهل، بس مش ده سبب انقراضهم. الدودو كان عندهم نقطة ضعف اكبر بكتير من البطء وانهم بيتمسكوا بسهولة، ونقطة الضعف دي هي اللي قضت عليهم للأبد. الدودو كان بيبيض بيضة واحدة كبيرة كل مرة، طبعا ما كانش بيطير فكان بيسيب البيضة في الارض، مش زي باقي الطيور اللي بتبيض اكتر من بيضة بتصيب البيض بتاعها في عشش فوق. ولما البحارة نزلوا على جزيرة موريشيوس في القرن ال16 جابوا معاهم حيوانات بتاكل البيض بتاع الدودو زي الخنازير والفئران، والحيوانات دي كانت سبب انقراض الدودو وسبب قلة عدد طيور تانية كمان بسبب أكلها للبيض بتاعها. يعني احنا السبب في قتل الدودو بس بطريقة غير مباشرة، كان قاعد في حاله وعدى من ظروف صعبة كتير لحد ما جبنا له الخنازير والفئران في ايدينا وجينا خلصنا عليه عشان يبقى واحد من أوائل الأنواع الكتير اللي تنقرض بسبب تدخل الإنسان. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط، وما تنساش دول.